عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده معانا وصفه مميزه جدا ان شاء الله، يا رب تطلع حلوه وتكون طعمها شهيه كده وتكون زي اللي نشتريها من بره. معانا النهارده ازاي نعمل الشوكولاته النوتيلا في البيت. المكونات بتاعتي بسيطه وسهله ومتوفره في كل بيت. معايا هنا كوبايه من السكر البودره بنحطها في الخلاط، مهم قوي يا جماعه يكون السكر بودره. كمان معانا كوبايه من اللبن البودره. انا بحط كده قدامكم كل المعايير علشان انتوا تعملوا برده زيي وما تعملوش مواعين كتير، لان من اكتر الحاجات اللي بتخلينا احنا ستات البيوت ما نطبخش، يعني ما نبادرش قوي بان احنا نعمل وصفات جديده، المواعين الحقيقه. هنا كوبايه من السكر من اللبن البودره. ادي كوبايه من اللبن البودره اهي، بنزلها على السكر البودره. معايا كوبايه من الكاكاو اللي هو بتاع الكيك يا جماعه، اللي هو بيكون غير محلى. كوبايه من الكاكاو الخام اهو، ده بيتباع في كل العطارين، يعني ما متوفر عندك وانت تبقي. انا هحط الحقيقه انا جايبه نوع كويس الحقيقه، اللي هو بيكون غامق وبيكون غير محلى. بتجيبيه سايب يعني من عند العطار، مش لازم نوع محدد اللي هو بيكون في الاكياس يعني. تمام، ادي الكاكاو الغامقه بتاعتي اهي كوبايه. يبقى احنا كده من كل حاجه كوبايه. بعد كده هحتاج كوبايه من الميه. قبل بقول كوبايه من الميه، في عندي مكون جاف مهم قوي، اللي هو ده عباره عن كابتشينو بالبندق. ده عباره عن كابتشينو بالبندق، ده علشان يديني نكهه البندق الموجوده في النوتيلا. الحقيقه قبل كده انا كنت جربت طحنت مكسرات وحطيتها في وعملت بيها النوتيلا، لكن طبعا مهما هتطحنيها هتبان معاكي في النوتيلا، ومش هتدي القوام اللي انت بتشتريه من بره. فهنا الكابتشينو ان شاء الله هيدي اللي هو بطعم الكاكاو، او عفوا بطعم البندق، هيدينا ان شاء الله نكهه البندق اللي احنا بنشتريها. طبعا برطمان النوتيلا بقى غالي جدا، فاحنا بنعوض التكلفه العاليه دي بان احنا نعمله في البيت. دلوقتي انا اضفت برده في نفس الكوبايه، كله بنفس الكوبايه، كوبايه من الميه، وهضربه بقى في الخلاط. في خطوه بقى مهمه جدا وهي تعتبر سر الوصفه، هقولها لحضراتكم دلوقتي. هشوف بس خط الخلاط فين. هاتي غطا الخلاط، الحمد لله اهو لقيته. دلوقتي انا هضرب المكونات كلها مع بعض، وفي خطوه مهمه قوي هقولها لحضراتكم هي سر نجاح الوصفه. لازم تتعامل بالتكنيك اللي هقول لحضراتكم عليه، فتابعونا لحد اخر الفيديو. رجعت لكم يا جماعه بعد الفاصل. انا طبعا المكونات الى حد ما كلها صلبه، فانا ببتدي ان انا اخليها كده ايه، يعني اسلك، يعني اخليها كده، اسمح للخلاط ان هو يدور كل المكونات مع بعضها. شايفين يا جماعه القوام عامل ازاي؟ وطعمها تحفه، مش هتصدقوا نتيجتها، يعني مش هتصدقوا حقيقه نتيجتها. فاضل حاجه واحده بس انا هعملها، ودي لو انت مش عايزه تعمليها ما تعمليهاش، ان انا اعمل اللمعه اللي بنشتري بيها النوتيلا من بره. فهحط معلقتين من الزيت كده بس عشان يدوا اللمعه. انا حقيقه هي مش محتاجه اي حاجه، هي كده تقلها ممتاز. لو مش عايزه تحطي زيت برده ما تحطيش. لو مش عايزه، معلش انا بنتي بس متشوقه، عشان كده ايديها ايه ظهرت ان انا ايه عملت لهم النوتيلا في البيت، فهي متحمسه شويه. دلوقتي انا هكمل ضرب في الخلاط وهوريكم القوام بتاعها بعد ما انا بس كده دلوقتي ايه، يعني بساعد الخلاط بتاعي ان هو ايه يخلط كل المكونات مظبوط، علشان انتوا عارفين ان هي معظم المكونات اللي احنا حطيناها مكونات جافه. دلوقتي هكمل تخليط وهاجي اوريها لكم ان شاء الله واحنا بنحطها في علبه. فاصل ونواصل. دلوقتي انا يا جماعه خلاص خلطتها تماما اهي، بصوا منظرها عامل ازاي يا جماعه، تحفه. ومعلقتين الزيت ادوها اللمعه اللي احنا عاوزينها. لو مش عايزه تحطيهم ما تحطهمش. شايفين بقى القوام عامل ازاي؟ على فكره طعمها تحفه، يعني بجد بنصحكم تجربوها، رائعه. شايفين القوام تقيله ازاي يا جماعه؟ والباكت اللي احنا حطيناه بتاع بتاع اللي هو الكابتشينو عمل الشغل، عمل الواجب يعني الحقيقه، لان هو اداني طعم البندق. ولو حابه تحطي باكيتين علشان يدي طعم يعني اكتر ونكهه اوضح برده مش مشكله يعني، ده يرجع لي. شايفين يا جماعه تقيله ازاي، زي اللي بنشتريها من بره ازاي؟ طبعا دي لسه ما دخلتش التلاجة، دي كل المكونات عندي بره التلاجة. لما تدخل التلاجة هتبقى اتقل من كده، هتبقى زي اللي بتشتريها من بره بالظبط. انا بس بنزل بالسباتيولا كل اللي معايا كده، كل المكونات اللي معايا بنزلها. على فكره يعني انا حقيقه مبسوطه جدا نتيجتها طلعت احسن بكتير مما انا كنت متخيلها. فبجد بنصحكم من كل قلبي جربوها يا جماعه، بجد رائعه رائعه. وهي 3 مكونات بس،
سكر بودره، بس مهم قوي يكون سكر بودره، ما ينفعش سكر عادي يا جماعه، مش هينجح معانا خالص. لبن بودره. وبرده مهم اللبن البودره لو عملتيها بلبن عادي، اللبن العادي هيخلي مده صلاحيتها صغيره جدا. واحنا حطينا ايه لبن بودره وسكر بودره، وكمان حطينا ايه وكوبايه الكاكاو بتاعتنا الخام اللي من غير سكر، بس كده اهو، وكوبايه الميه بتاعتنا، وضربنا كله مع بعض في الخلاط، وحطينا معلقتين زيت. بعد ما خلطنا كله حطينا معلقتين زيت وسيبناها تكمل تخليط علشان يديني بس اللمعه اللي احنا بنجيبها، اللي احنا بنلاقيها بره. تمام كده. ممكن المره الجايه ان شاء الله ابقى اعمل لكم لو انتوا عايزينها بقى بيضه في ايه، يعني تبقى نوتيلا بيضه في اسود، يعني بيضه شوكولاته بيضه مع شوكولاته غامقه مع بعض، ابقى اعملها لكم باذن الله المره الجايه. اهي مش عايز حقيقه اسيب منها اي حاجه. بصوا يا جماعه عملت كميه كبيره جدا، يعني احنا اصلا البرطمان النوتيلا دلوقتي وصل لاسعار مش طبيعيه، يعني بقى ب 64 جنيه. فبصوا انا عملت كميه اكبر وما كلفتنيش اي حاجه، يعني ما كلفش معايا، ده ما كلفش معايا 10 جنيه، يعني 10 جنيه 12 جنيه بالكتير اهو. طبعا بشيلها في برطمان او في علبه محكمه الاغلاق، وبتتحط في الثلاجه. اما بنيجي نستخدمها في الدهن او في السندوتشات، المعلقه يا جماعه اللي بتدخل في البرطمان مهم قوي الكلام ده عشان نحافظ عليها. طبعا دي ما فيهاش مواد حافظه، ان هي تكون ناشفه ما فيهاش ميه خالص، ما نحطهاش في الفم وبعدين نرجع نحطها تاني في البرطمان، لا ده كل ده هيخليها تفسد. لا، يكون معلقه ناشفه تماما، تكون لما بنستخدمها ما تتحطش في الفم، بس تكون بس للدهن في السندوتشات، وبكده تقدري تحافظي عليها فتره طويله، حوالي ما يقرب من 10 ايام، من اسبوع ل 10 ايام وهي سليمه، لو انت اتبعتي النصايح اللي انا قلت لك عليها. تحفه جدا يا جماعه، بنصحكم بجد تجربوها، هتعجب الاولاد جدا، مش هيميزوا ابدا بينها وبين اللي بتشتريها من بره ايا كان نوعها، ورخيصه جدا ما كلفتناش اي حاجه. زي ما انتم شفتوا كده مع بعض، يا رب تكون عجبتكم. ما تنسوش بقى يا جماعه برضو هتلاقوا من الوصفات المميزه اللي احنا قدمناها عندنا على القناه ومن اسعارها غاليه، برضو عندنا اللبن المكثف، عندنا عملنا السمنه البلدي في البيت، عملنا وصفات كتير، عملنا اللبنه في البيت للناس الخليجيين، اخواتنا الخليجيين، عملنا لهم اللبنه في البيت، عملنا شويه وصفات حلوه قوي كتير قوي ما شاء الله. يا رب تطلعوا على القناه وتشتركوا فيها، وهسعد جدا بتعليقاتكم وباستفساراتكم اللي هتسيبوها اسفل شاشه الفيديو. لو حابين هتلاقوا برضو رابط صفحاتنا على في الفيسبوك اسفل شاشه الفيديو. وما تنسوش لو عجبتكم الحلقه تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه، وتدوسوا على الجرس عشان يوصلكم كل جديد بعد ما تفعلوا الجرس. اشوفكم ان شاء الله الحلقه الجايه في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.